يا صباح الورد والفل والياسمين على أجمل متابعين. صباحكم كل حاجة حلوة. النهاردة جايين برواية اسمها حب في مهمة صعبة للكاتب المتألق ماريو بهاء. ويلا بينا نبتدي. نروح في مكتب اللواء، واقف قدام المقدم، واللواء بيقول: فريق الدمار، أنا قررت أديك المهمة دي انت وفريقك. اتمنى ما تغزلنيش، لان واثق فيك 100%، ولو ما كنتش واثق فيك ما كنتش اديتك المهمة دي. طبعا طبعا تحت امرك، انا وفريقي هنعمل المهمة دي على احسن وجه لوحدنا، صح؟ طب ينفع تفاصيل اكتر؟ اللواء: لا لا لا، ما هو انتوا مش هتعملوا المهمة دي لوحدكم. المقدم: في حد تاني معانا؟ فريق مين احنا نعرفه قبل كده او دخلنا معاه في مهمات؟ اللواء: مش عارف بصراحة انكم هتعرفوا الفريق ولا ده، بس على ما اعتقد مش هتعرفوه. الفريق اسمه فريق الوحوش، القائدة بتاعته تبقى واحدة اسمها نهى. ماريو قال بغضب: نعم نعم، ازاي حضرتك؟ ازاي ستات يخش معانا؟ دول يا فندم اخرهم يقعدوا في البيت، يعملوا الاكل والشرب ويكنسوا ويمسحوا ويشوفوا طلبات بيتهم ويتجوزوا. اما انا اخش مع فريق كله بنات؟ لا 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 لا، ده مستحيل. اللي هو قال بغضب: وانا قلت كلامي ولازم يتنفذ. انا قلت كلامي ولازم يتنفذ. بكره الساعه 9 الصبح تجيب فريقك علشان المهمه ونحط الخطه، مفيش نقاش تاني. انا قلت كلمه. ماريو بغضب ماريو قال بغضب وهو بيحاول يداريه: تحت امرك، تحت امرك يا فندم، اللي حضرتك تؤمر بيه وتشوفه. اكيد انت اختيارك الاصح وكل حاجه صح. خرج امير من مكتب اللواء ودخل مكتبه. جه يوسف وهو بيقول بحماس كبير: ايه ايه يا ماريو، اللواء هيديني اجازه صح؟ قول والنبي، قول والله كده ان هو هيديني اجازه فعلا. اشرف: لا لا، انا اصلا كأنا اشرف ما بحبش الاجازات. فكك يا عم، اهم حاجه يا ماريو هيزود المرتب صح؟ احمد: لا 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 لا، سيبكم من ده كله. احمد قال وهو حاسس ان هو هفتان يا عيني، اصله بقاله 5 دقايق ما اكلش. لا 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 لا، سيبكم من ده كله. انا جعان. مينا قال: اسكتوا اسكتوا يا جماعه، همكم على مصلحتكم. همكم اسكتوا اسكتوا يا جماعه، همكم على مصلحتكم كده على طول. ماريو باين عليه انه متضايق جدا. هو في حاجه يا ماريو؟ ماريو قال: شفتوا بقى على اخر الزمن نطلع مهمة ومع مين؟ ومع شوية بنات اخرهم الكنس والطبخ وكل حاجة بتاعت الستات، وفي الاخر يجوا يطلعوا معانا مهمة. انا مستحيل اطلع المهمة دي بسبب البنات انا اطلع مهمة مع شوية بنات اخرهم بس ان هما يقعدوا في البيت ويحطوا مانيكير والباديكير ده. مينا قال: ايه ده؟ ايه اللي يضايق في كده؟ مفيش حاجة لده كله، تستاهل. ماريو: لا، في البنات دول همهم البيت وبس، ما ينفعش ان هم يكونوا في مهمات. اصلا شغلانه الضباط دي للرجاله بس، ما ينفعش البنات يشتغلوا فيها. احمد: لا، غلط غلط يا ماريو، تفكيرك كله غلط. كلنا كلنا بنكمل بعض، سواء بنات او ولاد. البنت بتكمل الولد والولد بيكمل البنت، كلنا ايد واحده. اشرف: ايوه 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 يا احمد، كلامك صح. ما يبقاش تفكيرك كده، ده انت حتى متعلم ومتثقف. انت بقى سبت ايه للناس الجهلة؟ يوسف: اسكتوا بقى، اسكتوا، انا تعبت من كتر المهمات، نفسي في اجازة يا عالم، ياهو نفسي في اجازة. ماريو بيقول ماريو بيقول وهو بيداري على الموقف: خلاص خلاص يا يوسف. ماريو بيقول وهو بيداري على الموقف وبيضحك ضحكة خفيفة: خلاص خلاص يا يوسف، كله لأجل وطنك، استحمل 5 دقايق. أنا عارف إن عدى عليك 5 دقايق وأنت ما أكلتش. استحمل استحمل يا حبيبي. وبعد كده دخل في الموضوع الجد وقال: يلا روحوا وتعالوا بكرة الساعة 9 عشان في اجتماع ولازم كلنا نحضره. هنعرف عن تفاصيل المهمة حتة حتة،
ويلا بينا كل يروح. تعالوا أعرفكم على شخصيات النهاردة وشخصيات روايتنا. أول شاب معانا اسمه ماريو. شاب أول شاب معانا واللي كلكم منتظرين تعرفوا اسمه. طبعا انتوا عرفتوه من خلال القصة، ماريو. محدش يستغرب، انا حبيت اخلي بطل القصة اسمه ماريو على اسمي. عادي يا جماعة، ما فيهاش حاجة. بطل القصة اسمه ماريو، شاب وسيم جدا، بيحب الضحك والهزار، بس وقت الشغل شغل، وقت الجد ما عندوش يما ارحميني. ماريو بيحب شغله جدا ومجتهد فيه، ووصل لمنصبه ده في وقت قصير جدا. عنده 30 سنة وعنده فريق. تعالوا نتعرف عليهم. يوسف واحد من الفريق، عنده 29 سنة، شاب بيحب شغله جدا بس بيزهق وبيبقى عايز اجازات كتير. نفسه يتجوز عشان يخلص من زن امه وابوه، وبيحب الاجازات علشان هو بيحب قعدة البيت. بس مين اللي بيظبطه؟ ماريو. دايما يقوله انزل الشغل، ولما ما كانش بينزل كان بيخصم له على طول وبيديله عقوبة. تالت واحد مينا، شاب هادي وعاقل جدا جدا، بس عنده غموض بطريقة غريبة محدش يتخيلها. ورابع واحد أحمد، شاب كل ما شاب بيعشق حاجة اسمها الأكل. كل ما يقبض الفلوس بتاعت الشغل لازم يطلع وياكل، مش بيرحم نفسه أكل. كل 5 دقايق لازم يبقى حاجة في بقه بياكلها. خامس واحد والأخير أشرف، شاب عاقل جدا بس بيحب يحافظ على القرش، ماسك ايده شوية، بيحب يحافظ على القرش وبيحب يحوش. نسيت اقول لكم اعمارهم صح. احمد 25 سنة ومينا 27 سنة، اما اشرف 28 سنة. الكل روح للبيت. هنروح عند ماريو اللي روح البيت بتاعه واخد شاور وحط البرفن المفضل ليه، وبعد كده طلع قعد في الصالة وهو بيقول مع نفسه وسرحان، وكان عمال يقول في تفكيره هو انا ايه اللي بقوله ده. وبعد كده رجع وقال ايه التفكير ده؟ ايه التفكير ده يا ماريو؟ على رأي العيال، ايه التفكير العبيط والجاهل ده؟ انا لازم انا لازم مفكرتش في كده تاني. لازم اكبر مخي اكبر من كده شوية. انا راجل مثقف وعارف ربنا كويس. انا لازم اتعامل مع البنات دي زي اخواتي واعملهم بطريقة محترمة جدا جدا. انا مش لازم افكر التفكير ده تاني. وبعد كده نام وراح في النوم، ونام نوم عميق بعد يوم طويل جدا كان كله مشقة وتعب. يدخل في قضية ويسيب قضية ويحل قضية، وكان مشغول جدا، ما بيصدق ان هو يروح البيت وينام علشان يلاقي الراحة ويرتاح. وكان واخد قرار ما بينه وما بين نفسه ان هو هيعامل البنات دي زي اخواته. تاني يوم في غرفة الاجتماعات، الكل قاعد والكل قاعد والكل قاعد واللواء كمان. وفجأة أمير بيقول بكل ملل شفت يا سيادة اللواء، مش قلتلك البنات دي آخرها المطبخ؟ اهو اتأخروا وشكلهم مش جايين النهاردة. عدى بتاع حوالي شوية وهم مجهول. وفجأة فريق البنات دخل واللواء قال اتأخرتم ليه عن الميعاد بتاعكم؟ هو مش انا قايل لكم تيجي الساعة 9 بالظبط؟ ليليان قالت، ودي بطلة قصتنا، لا يا فندم، انا جاية بدري، كلها 15 ثانية بالظبط وتيجي الساعة 9، يعني انا جاية بدري مش متأخرة. فريق ماريو بصوا لبعض بذهول جامد جدا. ايه ده؟ هي بتحسب الوقت بالدقيقة؟ وكلهم كانوا باصين لبعض انها بتحسب الوقت بالثانية والدقيقة. وفعلا بدأ الاجتماع. ايه اللي هو بيقول؟ بص بقى يا امير انت وفريقك، وبص يا ليليان انت وفريقك، بص بقى في الحارة الشعبية اللي هديكوا العنوان بتاعها، في تسريب ممنوعات عن طريق عيش الفينو. رد بسرعة أحمد واللي ده اللي بيحب الأكل. الله، دول عايزين نكره الفينو علشان بيحطوا فيه ممنوعات. ده بعينهم، ده بيبقى جامد بقى مع الجبنة، ومع بقى ايه، شريحة جبنة تركي
ولا بالشيبس بقى بطعم الجبنة المتبلة؟ ردت شذا وهي بتتكلم معاه وبتجاوبه. يا واد يا بكابوزة انت. وبقى ايه؟ وبقى كيس طماطم. عارف انا بعمل صينية بشاميل بوصفة جديدة جدا. بحط بقى ايه؟ عارف بجيب الطماطم واقوم فرمها في الخلاط واحطها كده على وش بتبقى روعة روعة روعة. احمد، قولي لي الوصفة ولا اقولك انا بعمل بقى سندوتش قاطعهم اللي هو بنرفزه. خلاص اسكتوا، مش عايزه اسمع صوتكم، مش عايزه اسمع صوتكم. المهمه كلها هتبقى وصفات اكل ولا ايه؟ طب ما احنا نقفل الاسم ده ونفتحه مطعم. شذا واحمد خافوا جدا. وبعد كده احمد قال والله يا فندم انا كنت لسه رايحه اقول لها ان انا لما باجي مثلا اعمل عصير المانجا مع بقى ايه الاكل بيبقى جامد. ولا اقول لك بقى يا بنتي يا بكابوزه زي انتي. لا لا لا، بحب عصير البيبسي. لا، ولا اقول لك يا بنتي يا بكابوزه زي انا بحب قوي البيبسي ده جميل جدا، بحب اروح اكله مع ماكدونالدز. اللي هو زعق تاني. خلاص والله لو مسكت هرفدكم خالص نهائيا لو سمعت نفس تاني. الكل خاف جدا. وبعد كده ليليان قالت خلاص يا فندم احنا اسفين جدا وانا هعاقب لك شذا على اللي هي عملته. وبعد كده رد ماريو وقال احنا اسفين يا فندم، انا خلاص هعاقب لك احمد على اللي هو عمله ده واوعدك انها مش هتتكرر تاني. تعالوا أعرفكم على فريق الوحوش. بطلتنا ليليان، بنت جد جدا، بتحب شغلها، عندها 28 سنة. 28 سنة، ودي تبقى بقى قائدة فريق الوحوش. تاني بنت شذا، بنت بتحب الأكل جدا، وكل ما بتاخد المرتب بتاعها لازم تصرفه على الأكل وعلى الهدوم. عندها 25 سنة. تالت بنت جمانة، بنت رقيقة جدا وبتحط اللي هو مانيكير وباديكير، ودخلت الشرطة بالغصب. بس بعد كده حبت المجال اللي هي فيه لأنها حماية لكل شعب مصري. عندها 23 سنة. وتعالوا بقى نتعرف على رابع بنت، اسمها هايدي. بنت جميلة ما بتحبش تتكلم كتير، غامضة جدا وهادية وراسية كده، وما بتحبش تتكلم كتير عن نفسها. عندها 24 سنة. خامس بنت والأخيرة رنا، بنت هادية جدا، بتحب شغلها قوي ومجتهدة فيه جدا جدا جدا، ومقررة بعد ما تتجوز ما تسيبش الشغل ده خالص لأن ده كيانها وحلمها، وهي معتقدة كده. ايه يا شباب، ادينا وصلنا اهو، هنعمل ايه دلوقتي؟ انا بصراحة مش مقررة. عادي، هنعمل زي ما اللواء قال، هنروح الشقة اللي هي الفاصلة وهنقعد فيها ولغاية ما نعرف معلومات اكتر على الناس دي. انا عندي معلومات على الراجل اللي هو صاحب الممنوعات وكده. بقول لك ايه يا احمد، انت هتخش على الراجل ده وهتقوله انك ليك في الكيف، وبعد كده يشغلك معاه، وبعد كده نمسكه متلبسين. ايه؟ انا انا ما اقدرش ولا اقول لك. طب انا جعان بس ناكل ونبقى نشوف الموضوع ده. لا يا ليليان، ما بلاش احمد، هروح انا وانا اللي هلعب عليهم الموضوع. احمد ده ممكن يفضحنا في اي وقت، ده لو مسكوه وبس طلعوا له اي حاجه ده ممكن يعترف علينا ان احنا ظباط. انا اللي هروح وانا اللي هعمل المهمه دي. وانا برضك من رأيي ان ماريو هو اللي يروح. ماريو هيعرف هو اللي يتكلم وهيعرف يظبط الموضوع. اهم حاجة محدش فينا يتكلم، وبالذات انت يا احمد. وانت بقى يا ليليان قولي للشاذة دي ان هي ما تفتحش بقها لحسن دي شبه احمد في كل حاجة. شاذة قالت بغيظ طب بقى انتوا مالكم باحمد دلوقتي؟ هو كل حاجة احمد احمد، ومالكم بيا؟ كل حاجة احمد، لو سمحت مالكمش باحمد. قولي لهم يا شذا، والله انا ما عارف هما ليه منتقديني كده. كل ده علشان بس انا جعان. ايه هو انا مش انسان زي بقية الانسان وبرضه باكل وبشرب؟ قوليلهم. اشرف نزل على ودان مينا وهو بيقوله واخد بالك يا مينا، البت شذا بتدافع على الواد احمد، السنارة غمزت، واخد بالك.
اخدت بالي، الكل اصلا اخد باله، سواء احنا كاولاد وهما كبنات. اسكت بقى، اسكت عشان ما نتفضحش. بقول لكم ايه، انتم مش ناويين بقى ان احنا نطلع ونستريح؟ جمانة قالت: اه والله ياض يا موز، انت ياض يا موز. انا مع مينا ان احنا لازم نطلع دلوقتي علشان نستريح، علشان نفوق كده للمهمة. وبعدها بيومين هنروح عند احمد، اللي هو بيتاجر في الممنوعات، الراس الكبيرة. مراته بتقول: شفتي يا احمد يا جوزي، في 10 عيال جم سكنوا في الشقة اللي جنبنا، شكلهم كده عيال غلابة، ابوهم وامهم ميتين. ما تيجي كده نشوفهم، يمكن نوظفهم معانا في الوظيفة بتاعة الممنوع ليه اياها دي، يمكن نلاقي حد فيهم عدل. انت عارف ان احنا اليومين دول محتاجين وشوش جديدة، علشان الحكومة قلب علينا البلد. اوه والله عندك حق، ولو طلعت بتفكري يا صباح كويس جدا. خلاص ماشي، هاتيلي العيال دي ونشوف ظروفهم ايه، عايزين واحد كده يكون واعي وناصح. ما انت عارفني يا احمد، عشان عارفة ستات الحارة كلها سألت عليهم. اكبر واحد فيهم اسمه احمد، كان بيشرب وهو بيتعافى، بس احنا ممكن نجره للطريق ده تاني، هي فيها حاجة يعني؟ هجيب لك احمد، ده اكبر واحد فيهم. ايوه ايوه، عالي العال فعلا. خلاص تمام يا صباح، تجيبي لي العيال دي النهارده قبل بكره، عايزه اشوفهم واتعامل معاهم. تعالوا اعرفكم على المعلمه صباح، وكمان المعلم احمد. الاتنين دول ولا متجوزين ولا اخوات، دول يا دوبك كانوا بيتفقوا على الجواز، وكانوا هيتجوزوا الشهر الجاي. بقولك ايه يا ليان، انا بلغت الفريق كله ان انا هتجوز المعلمة. ايوه هتجوزها، علشان ايه؟ يبقى في صلة قرابة مننا كده، واعرف اتعامل معاها. نعم 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 والف نعم يا حبيبي، تتجوز مين يا بابا؟ ده على جثتي، احنا مش متفقين على كده يا سي ماريو. مفيش جواز، واقعد بقى ونهدي شوية بدل ما اوريك. عارف لو اتجوزتها وده حصل، انا مش عارفة انا ممكن اعمل فيك ايه. ماريو اتصدم، بس فهم ان هي غيرانة عليه، لان هو حبها جدا وحاسس ان هي كمان حبته. بعد كده قال لها: لا لا لا، انا هتجوزها، وبعدين ده شغل شغل يا ليليان. إيه انت مالك بيه؟ احنا متفقين ان ده شغل، وملكيش الحق انك تتكلمي. ليليان قالت بدموع: عارفة، عارفة انه شغل يا ماريو، خلاص اعمل اللي تعمله، انا قايمة داخلة اوضتي. بنات، بقول لكم ايه، انا بصراحة كل ما بشوف احمد كده قلبي بيدق. انا مش عارفة مالي كده كل ما بشوفه. معقولة مش عارفة انت كده بتحسي بايه؟ انت كده يا هبلة بتحبيه. هو انا بصراحة كل ما بشوف الواد مينا ده برتاح له كده، بحس معاه ان انا مرتاحة نفسيا كده، مش عارفة ايه الاحساس اللي انا بحسه ده. انا انا شكلي حبيته ولا ايه؟ هايدي قالت: مش انتوا لوحدكم يا بنات، كلنا شكلنا وقعنا في حبهم. انا خايفة ان هما ما يكونوش اصلا بصلنا. بقول لكم ايه، ما ينفعش اللي احنا بنقوله ده، اسكتوا خالص. رنا بتقول: انسوا بقى كل اللي انتوا قلتوه ده، انتوا عارفين يوسف ده غيرهم خالص، شخصية كده تحس ان هي شبهي، حاجة مختلفة عن اشرف او مينا او حتى ماريو. وبعد ما رنا خلصت كلامها، شذا قالت لهم على صدامهم، واللي كانت اخر حاجة كانوا ممكن يقدروا ان يسمعوها. وشذا لما قالت: بقول لكم ايه يا بنات، انا عايز اقول لكم على حاجه كده. انا جعانه، وهو والله انا جعانه، مش ذنبي، دي بطني هي اللي جاعت، انا اللي جعت، مش بقول لكم ايه، انا عايزه حاجه كلها، انا بصراحه جعانه. شذا، اقسم بالله والله العظيم انت لو مسكتي انا مش عارفه انا هعمل فيك ايه. بنات، ايه رايكم نمسك شذا ونربط لها بقها وبطنها؟ احمد بيقول وهو شبه في سرحان: عارفين يا رجاله، واخدين بالكم من البنت اللي اسمها شاذة دي؟ بنت حلوة كده وعسولة ومؤدبة. اشرف قال بعد ما غير تسريحة شعره وعمل لوك جديد خالص: قال: ده انت مفضوح، والله العظيم مفضوح انت وشاذة، ده انت خلاص، دي بص كانت عمالة تدافع عنك ازاي. سيبكم من ده كله، من ده كله،
هايدي دي بنت محترمة ورقيقة قوي. مش عارف انا ارتحت لها قوي كده ليه. وانا كمان حسيت ان انا مرتاح لرنا. يعني هو انا شكلي حاسس ان انا حبيتها. رنا دي بنت رقيقة جدا، مش عارف كده انا مالي بتكلم عليها كده ليه. هو انا ممكن اكون فعلا حبيتها. ايوه اقول لك انا بقى على حاجة تاني. جمانة. جمانة دي بنت رقيقة برضو هي كمان. بصراحة انا عايزة اقولك على حاجة يا شباب. احنا احنا الاربعة كلنا خلاص انكشفنا. احنا مش هينفع نفضل نقول كده من وراهم. لازم نخش البيت من بابه ونتقدم، ما ينفعش كده، كده غلط وحرام. اشرف قال وهو على اقتناع بكلام مينا. ايوه يا مينا، انت عندك حق. لازم نخش البيت من بابه. ايه يا جماعة، خلاص بطلوا بقى الكلام لغاية كده. اسكتوا ويلا بينا نشوف حاجة تانية نعملها، بدل ما احنا قاعدين كده وعمالين نجيب في سيرة البنات. ايوه كده، لازم كل واحد فينا يروح يصارح للي بيحبها. ماريو وليليان راحوا عند المعلم. المعلم اعجب قوي بليليان وهو بيقولها: ايه يا بنت يا حلوة ده، ايه الحلاوة دي؟ بقولك ايه، هو انت مخطوبة او متجوزة؟ طيب ما تيجي نضرب ورقتين عرفي. لا يا حاج، لا يا معلم، انا ما بقبلش بالورقتين العرفي والكلام ده. انا بتجوز شرعي، نكتب كاتب كتاب. المعلمة صباح كانت قاعدة وغيرانة جدا من اللي بيعمله المعلم أحمد. وطبعا ماريو كان واقف وعنده غليان من الغيظ إن هو ماسكها وحاضنها كده. كان نفسه يروح يزعق معاه ويديله طرقتين في راسه. ماريو قال بغيظ: خلاص بقى يا معلم، شيل ايدك من عليها وبقى تعالى واتجوزها زي ما انت عاوز. انتم بقى ليكم، سمعت انكم ليكم في الكيف. وانا بصراحة بحب الموضوع ده قوي، وعندي استعداد ان اجي اشتغل معاكم. اه تمام ماشي تمام. انا هديك بضاعة تروح توصلها للعنوان اللي اقولك عليه. على فكرة، كانت ليليان متقبلة الموضوع اللي المعلم احمد بيعمله. كانت عايزة تغيظ ماريو وتشوف هل فعلا بيغير عليها او لا. وبعد ما نجحوا في الاختبار كلهم رجعوا القسم وراسهم مرفوعة. والحمد لله هم كلهم نفذوا المهمة على أحسن وجه. وماريو راح قال لليان إن هو بيحبها. وأشرف قال لهايدي. وجمانة ومينا قال لجمانة. وأحمد قال لشذا. ويوسف قال لرنا. كلهم اعترفوا إن هم بيحبوهم. أبطالنا اتجوزوا وعاشوا في سعادة كبيرة. اتمنى ان القصة تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك للقناة عشان اي فيديو انزله يوصل لكم. اتمنى انكم تدعموني باللايك لان انا تعبت جدا اوي في الفيديو ده. بحبكم جدا. سلام. عايزين نوصل 1120 مشترك في اسرع وقت. بحبكم جدا.